جاهزين للتعليق رقم 5 المستفز عن المصريين. جالي تعليق بيقول، هو التعليق ده لفت نظري شويه لان انا دخلت على جوجل ودورت. بيقول ان ربنا عز وجل اغرق الفراعنه، وان الموجودين دلوقتي مش فراعنه، ان هم طب ما احنا ايه يا استاذ؟ اولا ربنا اغرق فرعون لان فرعون كان طاغي، اغرق فرعون وقومه لانه كان طاغي وكان ظالم وكان فاسد، فهو ربنا اغرقه. تمام. بس يعني انا يعني على ما اظن، ويا جماعه لو حد ليه في اهل الدين يا ريت يرد عليا. اكيد مش اغرق، يعني مش غرق الفراعنه كلها، فرعون الظالم وقومه. طب انت ليه ما ذكرتش قبل ما اقول حاجه؟ ما هو سيدنا موسى برضو في ناس كتير امنت وراه من هم كانوا من الفراعنه، برضو في ناس كتير امنت قبل سيدنا موسى. قبل سيدنا موسى قبل سيدنا موسى كان في دين التوحيد، اللي هو كان على ايام، كان في ايام سيدنا يوسف كان في دين التوحيد. طيب انتوا ما جبتوا ايام سيدنا يوسف كان في دين التوحيد؟ معلش عذر ما بعيد كلامي بس عشان افتكر. كان في، لو انتوا اتفرجتوا على المسلسل، كان في اللي هو اخناتون، وهو سمى نفسه اخناتون. تمام. طب انتوا ليه ساعتها ما ذكرتوش اخناتون؟ اللي هو ليه، او ما كانش اسمه اخناتون، كان ليه اسم تاني يعني كفرعون، لانهم كانوا بيعبدوا عبادات يعني الكهنه وكده واصنام، والله اعوذ بالله والحاجات من دي. تمام، زي اي بلد. فلما دخل سيدنا يوسف بعبادة التوحيد، التوحيد، استغفر الله العظيم، اخناتون سمى نفسه اخناتون. انتوا عارفين يعني ايه اخناتون؟ اخناتون يعني عبد الله. اخناتون باللغة الفرعونية بالعربية بقى معناها يعني عبد الله. يعني هو لما آمن بسيدنا يوسف ورب سيدنا يوسف سمى نفسه اخناتون، وقفل المعابد بتاعت الكهنة وعمل حاجات كتير جدا، وآمن معاه ناس كتير جدا، يعني من ضمنهم السيدة زليخة، وناس كتير قوي 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 قوي. ليه ما بتذكروش الحاجات دي وبتذكروا فرعون الظالم الطاغي؟ ما اكيد يا جماعه، ما هو كان ظالم ودي كانت اخرته. احنا الحمد لله احنا نتبرى منه اصلا. تمام. فاحنا الفراعنه، لما نيجي نتكلم عن الفراعنه او مثلا نقول لك احنا فراعنه ونفتخر، مش بنفتخر اعوذ بالله بفرعون، لا طبعا. احنا بنفتخر بحضاره، بنفتخر بتاريخ، بنفتخر بفن المعمار اللي محدش وصل له لحد دلوقتي ولا عارف احنا ازاي عملنا الاهرامات، ازاي رسمنا على الرخام كأن رسمين عليه بالليزر، ازاي عملنا الكلام ده كله لحد دلوقتي احنا مش عارفين، ولا حد في العالم عارف الاهرامات اتبنت ازاي. تمام. لما بنقولك احنا نفتخر باحنا فراعنه، بنفتخر ان احنا كان ساعتها ايام الفراعنه كان في حضاره العالم كله ما كانش في الحضاره اللي كان فيها الحضاره المصريه اللي هي الحضاره الفرعونيه. بنتكلم على حضاره وتاريخ، بنتكلم على حاجات تانية خالص غير اللي تقصدوه. ليه كل مره تعليقاتكم تبقى وحشه؟ اصل فرعون، لا مش اعوذ بالله. اكيد كل مكان وكل بلد، كل بلد. طب ما السعوديه كان فيها ابو لهب، وكان فيها يعني كان فيها ناس ياما وحشين. هل هنقول طب ما اكيد، ما هو كل بلد فيها الوحش وفيها الحلو. اكيد في ناس كتير امنت، وفي ناس كتير كانت وحشه، وفي ناس كتير كانت حلوه، دي حاجه من عند ربنا. تمام. فبلاش تدخلوا الدين في امور زي دي. اولا سامحوني، انا ممكن اكون بتكلم انا مش فاهمه قوي، يعني على حسب فهمي انا بتكلم. تمام. فانا بس حبيت اجاوبه. فهو فعلا لو عنده اثبات ان الموجودين دول كلهم مش فراعنه، طب احنا جايين منين؟ يعني احنا لاجئين مثلا؟ احنا فراعنه واصلنا فراعنه، وتاريخنا واجدادنا مرسوم على الحيطان حضرتك، مكتوب على ورق بردي حضرتك. تمام. ربنا ذكر مصر في القرآن 3 مرات والحمد لله. يعني ملناش دعوة بفرعون الظالم، ملناش دعوة بيه. يتكلم عن اخناتون اللي امن بالتوحيد بالله وسمى نفسه عبد الله، اللي هو اخناتون اللي هو عبد الله ايام سيدنا يوسف، ايام دين التوحيد. سامحوني انا بس كل ما فيه تعليق بيجي يستفزني بطلع بس ارد عليه بادب واحترام. انا والله ما اعرف جنسيته ايه، عشان محدش يقول لي انت، والله ما اعرف جنسيته ايه.
انا بس برد على التعليق بتاعه بس، معرفش هو منين ولا جنسيته ايه، فسامحوني. سلام.